صدم الأمير عندما رأى أن شقيقه الأكبر لديه ذيل طويل يجر خلفه، حتى والدتهم كان لديها ذيل مخبأ تحت تنورتها. أراد أن يخبر والده، لكن الملكة كان بالفعل تحت سيطرة الملكة. لمنع الأمير من كشف سرها، نفخت زوجة الأب نفخة من الغاز الأخضر، ومع انتشار الضباب الأخضر بدأ جسم الأمير يتقلص، وأصبحت سيفه الخشبي ثقيلة لدرجة أنه بالكاد يستطيع حملها. صلبت ذراعاه. في النهاية تحول إلى كسارة البندق، ثم قام أخوه بطرده من المنزل. سرعان ما استولى الفئران على المملكة بأكملها. انجرف أمير كسارة البندق بعيدا محمولا بواسطة تيار. بعد سنوات عديدة وجد رجل غني كسارة البندق. وقع الرجل في حب فتاة تحب الرقص وحاول كسب قلبها، لكن الفتاة لم تكن تحبه. لإجبارها على الزواج منه، ادعى الرجل أن والدها الراحل ترك وراءه دينا كبيرا. قبل أن يغادر أعطاها كسارة البندق كرمز للخطوبة. في غرفتها ألقت الفتاة كسارة البندق بغضب. نظرت إلى صورة عائلية قديمة متمنية أن تعود إلى طفولتها وتلعب بألعابها مرة أخرى. لم تتوقع أن تتحقق أمنيتها. مر نجم شهاب وانفجر في ضوء ذهبي يحيط بها. عندما فتحت عينيها مرة أخرى أصبحت شخصا صغيرا. سادت حالة من الذعر. ركضت إلى الباب وصرخت منادية والدتها، لكن والدتها ظنت أنها فأر وخططت لشراء قطة للإمساك به. على الرغم من أن الفتاة لم تعد تقلق بشأن الزواج، إلا أن الخطر كان في كل مكان. حتى الأشياء الصغيرة يمكن أن تقتلها الآن. لقد تجنبت هجوم دبوس فقط لتكاد تسحق بواسطة علبة مكياج ساقطة ابتلعها سحابة من البودرة بالكامل. من خلال الضباب رأت فأرا عملاقا مرعبا. انهارت من الخوف وحاولت الزحف إلى الخلف. عندما اقترب الفأر رفعت الدبوس لتدافع عن نفسها، لكن الفأر انتزعه بسهولة. عندما بدت الأمور ميؤوسا منها ظهر الأمير وهو يلوح بسيفه لإنقاذها. لم يظهر أي خوف على الإطلاق، لكن الفأر كان له اليد العليا. أطاح بالأمير في الهواء وأرسل سيفه طائرا. استدار الفأر لمهاجمة الفتاة، لكنه فشل في عضها لأن الأمير أمسك بذيله. أصبح الفأر غاضبا. ضربت الأمير على الأرض وثبته بمخالبها، وعندما كانت على وشك أن تأكله ركضت فجأة خروف ودفعت الفأر بعيدا. نهض الفأر وحاول محاربة الخروف، لكنه تعرض لضربة كرة نارية مفاجئة. وصل سانتا كلوز وبدأ بإطلاق انفجارات سحرية. أصيب الفأر بالذعر وركض إلى ثقب صغير للهروب. وقفت الفتاة متجمدة تحدق في الألعاب من حولها.